السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كان يوم سوق، فكنت جايبه شويه حاجات كده او اشتريت شويه حاجات، فقلت يعني اعملها معاكم في الفيديو. هنعمل حاجات اللي هي الفطار بتاعه الفطار اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها، وبدل ما بننزل كل يوم نشتريها، لا هنعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا، وطعمها حلو جدا، وكمان ضامنين نظافتها. أول حاجة كده، زي ما انتم شفتوا في بداية الفيديو هنعمل فول وطعمية، بس بطريقتي بقى، عايزاكم تشوفوا الطريقة وجربوها وإن شاء الله هتعجبكم، أنا متأكدة إنها هتعجبكم. ومش هتشتروا من برّه لا الفول ولا الطعمية، وبما إننا خلاص داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين، فمش هتحتاجوا إنكم تشتروا من برّه تاني، هتعملوها في البيت. أول حاجة كده جبت الفول اللي هي الحباية الكبيرة دي، اللي هو الفول البلدي. جبت نُص كيلو. غسلته كويس جدًا ونقعته لمدة 12 ساعة، وكان كل ساعتين أغيّر عليه المَيّة، لحد لمّا الحباية يعني نفشت معايا كده. وبعدين حطيت عليه بقى، هابدأ باحط يعني باحب أحط للفول المدمس شوية من العدس، بيدّي له طعم حلو، وكمان بيدّي له لون حلو كده، ونَفَس حلو كمان، وطماطماية ليمونة باقسمها نُصّين، وبعدين باحط عليه مَيّة مغلية واسيبه بقى يستوي على نار هادية خالص، يغلي في الأول كده غلوتين لمدة ربع ساعة، وبعدين باهدّي عليه النار خالص، يعني أكني مولعة على شمعة كده، وأكني هاسوي الفول ده على شمعة، واسيبه يستوي براحته خالص، لحد لمّا أمسك الفولة ألاقيها خلاص بتتهرس معايا في إيديّا. وبعدين باروح شايلة الليمونة، وابدأ إن أنا أضربه بقى بالهاند بلندر كده، واحطه في أكياس، وأحطه في الفريزر، وبيفضل معايا ما بيجرالوش أي حاجة. هنا بقى كنت قُلت يعني أعمل طبق فول كده بطحينة، كان طعمه تحفة، والفول كده لسه صابح، كان خطير بجد. وهنعمل كمان الطعمية. الطعمية يعني في ناس بتحب تكتر فيها الخضرة، أنا ما باحبش أكتر فيها الخضرة لسبب إن هي مش عايزاها تكون خضرا معايا، عايزاها تكون لونها مصفر زي اللي إحنا بنشتريها كده من المطاعم. بس ده طبعًا بقى إحنا ضامنين نضافتها وغاسلين حاجتنا وكل حاجة، وكمان هنقليها في زيت نضيف، فيعني كل حاجة نعملها في البيت أحسن. وأوفر على فكرة، بدل ما كل يوم ننزل نشتري طعمية، طب وليه؟ اعملي حاجة وتكون في الفريزر عندِك، وتكون جاهزة في أي وقت عايزة تعملي أو يعني تعملي سندوتشات سريعة كده، تطلعي الكيس من الفريزر تفكيه بسرعة، وبعدين تقليها وبألف هنا. المهم بقى تعالوا نعمل الطعمية دي نشوف هنعملها إزاي. جبت نُص كيلو من الفول المدشوش، هو اسمه كده فول مدشوش، بنجيبه من عند ال آمم يعني اللي بيبيع البقوليات، فبتقولي له عايزة فول مدشوش على حسب الكمية طبعًا اللي أنتِ عايزاها، ربع، نُص كيلو، ده براحتك. كنت بقى مجهزة شوية من الخضار، عبارة عن شوية من الكرات. الكرات ده مش موجود في كل البلاد بصراحة، بس هو موجود عندنا. لو لقيتيه موجود تمام، لو مش لقيتيه ممكن تستخدمي الجرجير بداله. وحطيت عودين كده من الكزبرة الخضرا، بتدّي نَفَس فظيع للطعمية. وكمان حطيت بصل أخضر. بصل أخضر برضه بيدّي له طعم حلو جدًا، وممكن لو مش عايزة تحطّي بصل أخضر حطّي بصل عادي، يعني حطّي بصلاية وسط كده على النُص كيلو فول من البصل يعني، بصلاية يعني تكون وسط، لا كبيرة ولا صغيّرة. وحطيت كمان 3 فصوص من التوم، وبعدين ضربتهم في الكبة بالشكل زي ما أنتم شُفتوا كده. طبعًا يعني حطيت عليهم ربع كوباية من المَيّة عشان خاطر يعني الفول يتهرس معايا كويس، وكمان الكبة يعني تمشي معايا كده، وتفرم الخضار مع الفول كويس. ما فيش أسهل من كده طبعًا، ده كل ده وأنتِ يعني هتنقعي الفول، سواء الفول ده أو الفول التاني اللي هو بتاع الدميسة، أو الفول المدمس يعني، تنقعيهم مع بعض كده، كل يعني كل نوع لوحده كده في طبق، وبعدين تروحي مسوياهم مع بعض، تروحي مولعة على الفول، والفول وهو بيستوي هتروحي عاملة الطعمية، وتكوني عملتِ الفطار، هيوفّر عليكِ أسبوع أو 2، وبما إننا في المدارس بقى هتكون أحسن بكتير. يعني وأريح، بدل ما كل يوم تنزلي وتشتري، لأ اعمليها في البيت، وطعمها بجد حلو أوي، ما فيش أسهل من كده. وبعدين بابدأ بقى إن أنا أعين بقى الطعمية دي في أكياس كده، الأكياس اللي هي بتاعة التلاجة دي، باحط بقى على حسب الوجبة كده، وأقفل عليها واحطها في الفريزر، ما بيجرالهاش أي حاجة. عايزة أقول لكم حاجة بقى، إن أنا ما باحطش أي بهارات على الطعمية اللي هي هتتعان. ليه بقى؟
علشان بتغيّر طعمها، يعني أمّا باجي مثلًا أحط كزبرة ناشفة والملح والكمون، باحس إن هي بتغيّر طعم الطعمية، فما باحطش إلا وأنا جاية أسويها، لكن باعينها وهي كده من غير أي بهارات خالص. يعني شايفين ده الطبق ده أنا جاية عشان هاسويه، فباروح حاطة عليه ملح وكمون وكزبرة ناشفة وبس كده. وممكن كمان تحطوا شوية من السمسم وتقلوها بقى، بجد بيكون طعمها تحفة. في ناس بقى بتحب تحط برضه اللي هو بيكربوناتو على الطعمية، أنا ما باحبش بصراحة، باحس إن هي بتشرب زيت كتير، وهي أصلًا مش محتاجة، هي أصلًا هشة لوحدها. يعني أنتم شايفين كمان إحنا ضاربينها كويس ومنعمينها كويس، فمش محتاجة إن إحنا يعني نحط عليها بيكربوناتو أو baking powder أو أي من الحاجات دي. ما باحبش بصراحة، جربتها مرة ولقيتها بتشرب زيت كتير وبيكون فيها زيت كتير كده، بيكون طعمها مش حلو خالص. المهم بقى بدأت إن أنا أقليها في زيت، وما تستغربوش على الطاسة، هي الطاسة دي بتاعة القلي موجودة في كل بيت مصري، بس طبعًا بتكون يعني أغمق من كده، أنا عشان ما باستخدمش الطاسة دي كتير فتلاقوها فاتحة شوية، لكن الطاسات دي موجودة في كل بيت على فكرة، يعني ما تستغربوش من الطاسة. المهم بقى إيه، هنا كنت باجهّز، قُلت بقى يعني ناكل فول وطعمية كده وهي لسه صابحة. وقطّعت كده طماطم وخيار، ولو يا سلام بقى لو كمان شوية جرجير، فلفل حراق، وبألف هنا بقى. فطار في بيتي مصري أصيل، ما فيش أحسن من كده. طبعًا الفول والطعمية ده بقى محتاج إيه بقى، محتاج شوية كوكتيل كده يرطّبوا بعد الفول والطعمية، عشان الفول والطعمية بيعملوا حموضة. فال يعني الكوكتيل ده بقى بيرطّب كده. المهم طبعًا أنا باحب أعمل كوكتيل بالفراولة، وبما إن الفراولة لسه ما طلعتش في السوق أو ما نزلتش في السوق يعني، أو مش موجودة في السوق اليومين دول لسه يعني أوانها ما جاش. هاعمل بقى عصير برتقان، البرتقان بقى موجود وما شاء الله مسكّر وطعمه جميل، فضربت ال البرتقان بالهاند بلندر زي ما أنتم شُفتوا كده، وبعدين صفّيته طبعًا كنت حاطة عليه سُكّر، وبعدين أي فاكهة عندكم بقى، أي فاكهة موجودة. أنا قطعت برتقان اللي هو اليوسفندي، برتقان بسُرّة، موز، جوافة، تفاح، عايزة تحطوا كيوي، أنا برضه كنت عمّالة أدوّر على كيوي ما لقيتش، فيعني دول الفاكهة اللي أنا حطيتها، وباروح حاطة عليهم العصير البرتقان أو أي عصير أنتم حابينه، واحطها في التلاجة بقى، اللي يعوز يروح حاطط في كاس كده أو في كوباية وبألف هنا، طعمه تحفة. وبعدين في آخر اليوم بقى بعد بقى تنضيفات التسويقة والكلام ده كله، قُلت بقى أنضّف الحوض. كنت شُفت يعني حد بينضّف الحوض بيقول إن هي بتخلّي الحوض يرجع أكنه جديد. أنا الحوض بتاعي نضيف وكل حاجة، بس كنت عايزاه إيه، يكون بيلمع أكتر، فقُلت أجرّبها. دي عبارة عن كربوناتو وحاطة عليها صابون سايل، وبعدين راح يعني بيبدأ كده يحطه كده في الحوض ويسيبه لمدة 10 دقايق، وبعدين بيجيب سلكة ويبدأ إن هو يدعك الصابون ده بالكربوناتو. بس بصراحة أنا ما لقيتش في فرق قد كده يعني. زي ما أنا قُلت لكم إن الحوض بتاعي نضيف وباغسله يعني على طول بالسلكة، فهو كان نضيف، بس قُلت أجرّبه برضه، ممكن لو حد فيكم جرّبه يعني ممكن يطلع معاكم يخلّي الحوض بيلمع وتستفادوا منه يعني. لو وصلتوا بقى لحد هنا من الفيديو ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة، ويا ريت تقولوا رأيكم في الكومنتات وتشيروا الفيديو. ويا رب تكونوا استفدتم ولو جزء بسيط. باحبكم جدًا في الله، ويا رب إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وفي فيديوهات جديدة وتكونوا بتستفادوا ولو بجزء بسيط خالص. شيروا الفيديو بقى وما تنسوش تحطوا لايك ما تنسوش تصلوا على الحبيب في الكومنتات، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع ألف سلامة.